السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. صلي على الحبيب قلبك يطيب، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. أتمنى أن تكونوا بصحة وعافية. قبل الشروع في هذا الفيديو أتمنى أن تدعموني بلايك والاشتراك وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد في مثل هذه المواضيع. موضوع اليوم هو رزمانة العطلة الدراسية لسنة 2024-2025 بالإضافة إلى رزمانة الاختبارات للفصول 3 بالنسبة لهذه السنة، سنة 2024-2025. بالنسبة لرزمانة العطل المدرسية للسنة الدراسية 2024-2025 كشفت وزارة التربية الوطنية عن رزمانة العطل المدرسية، وهي كالتالي. بالنسبة لعطلة الخريف تبدأ من مساء يوم الثلاثاء أي من هذه الأمسية 29 أكتوبر 2024 إلى يوم الأحد 3 نوفمبر 2024 صباحا. أما بالنسبة لعطلة الربيع لسنة 2024-2025 تبدأ من يوم الخميس 20 مارس 2025 إلى غاية مساء الأحد 6 أبريل 2025 بإذن الله صباحا. أما عن عطلة الصيف فهي تبدأ من يوم الخميس 24 جويلية 2025 بالنسبة للأساتذة والإداريين. أما بالنسبة للتلاميذ أو فيكون حسب الامتحان أو السداسي الأخير بعده مباشرة. أتمنى التوفيق للجميع. بالنسبة للاختبارات الفصلية لسنة 2024-2025 بالنسبة للطور الابتدائي الفصل الأول يكون من 3 إلى 12 ديسمبر 2024. أما الفصل الثاني فيكون من 4 إلى 13 مارس 2025. أما على الفصل الثالث فيكون من 25 إلى 29 ماي 2025. فنتمنى التوفيق للجميع. فقط أريد أن أنوه بخصوص التقويم البيداغوجي للسنة الدراسية 2024-2025 بالنسبة للسنة الثالثة ابتدائي. تم إعفاء تلاميذ السنة الثالثة ابتدائي من اختبارات الفصل الأول لمادتي الفرنسية والإنجليزية، يعني الفرنسية والإنجليزية فقط، هاتين المادتين، والاكتفاء بتقديم ملاحظات وصفية ونوعية كعكس أو تعكس اكتساب المهارات الأساسية لهاتين المادتين. يعني أطفالنا ولا تلاميذنا في الطور الابتدائي في السنة الثالثة ما غاديش يقوموا بهذين الامتحانين في مادة اللغة الفرنسية واللغة الإنجليزية، ونكتفي فقط باكتساب هذه المهارات الأساسية لهاتين المادتين. وبالنسبة كذلك لتلاميذنا ولا أطفالنا في السنة الرابعة ابتدائي كذلك اللغة الأمازيغية في هذه الفصل أو في هذا الامتحان سيعفون من أداء هذا الامتحان في مادة اللغة الأمازيغية، أقول بالنسبة للسنة الرابعة ابتدائي. أما بالنسبة لتقويم مستمر فهو باقي بشكله العادي. أتمنى أن أكون قد وضحت لكم إلى حد ما بالنسبة للعطل وبالنسبة للاختبارات وبالنسبة القرار الذي جاءت به وزارة التربية بالنسبة للطور الابتدائي للسنة الثالثة والرابعة، وحد موفق للجميع. وبهذا قد أكون وصلت إلى نهاية الفيديو. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.